السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انتم عارفين، لو انت لسه ما عرفتش ان في 3 حاجات مهمه لازم تعملهم، هم اللايك والشير، طبعا اشترك في القناه وتفعل طبعا جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا هنزله. طب بالنسبه للقناه بتاعتنا كده نتكلم باختصار شديد جدا عنها. هي بتتكلم عن السمارت ووتش عامه بكل مشتملاتها، بالنسبه للسعر، بالنسبه للتطبيقات اللي بتشغلها، بالنسبه للحاجات الحديثه اللي نزلت، بالنسبه لو انت عايز تحط صورتك خلفيه. طبعا كل انواع السمارت ووتش موجوده عندنا في الشانل بتاعتنا. طبعا انزل تحت هتلاقيها قدامك، اسمها الكينج، دور براحتك زي ما تلاقي، او اسمها دلوقتي مصطفى العجمي. بس طبعا الستور بتاعنا اسمه الكينج ستور، يعني تخش على الكينج ستور ده موجود منه السمارت ووتش والساعات اللي هي العاديه. فطبعا انت لو عايز تعمل اي حاجه منها فانا سايب لك اللينك في الديسكربشن. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن سمارت ووتش، وهي اللي كانت تي 800 الترا 2، وطبعا الاصدار الاعلى منها طبعا نزل وجبته ان احنا نتكلم عنه، هو التي 900. بالنسبه للتي 900 هو احسن حاجه فيها ان هو البرنامج بتاعها اللي هو هاي واتش برو، ده بنفس البرنامج اللي هو بتاع التي 800، بيشغل طبعا صورتك خلفيه. لو انت عايز تحط صورتك خلفيه بيعمل الكلام ده. اما بالنسبه للبرنامج اللي هو كان بتاع التي 802 ما كانش بيعمل صورتك خلفيه، او ان انت ما كانش فيه اوبشنز كتيره ان انت ممكن تعمل اي حاجه من الحاجات دي. فدي اول حاجه طبعا ممكن نتكلم عنها، وهو البرنامج بتاعها. طبعا انت هتقول لي البرنامج ده انا مش لاقيه، او ان انا مش عارف انزله مثلا على متجر. فهتلاقي قدامك اهو في العلبه الشكل اللي مكتوب قدامك ده اسم البرنامج، اللي هو بتكتبه بس في المتجر وهتنزله على طول. ولو انت طبعا مش عارف تنزل البرنامج فهو موجود الكيو ار بتاعك في الورقه اللي قدامك دي. هتمسح الكيو ار ده كده بالتليفون بتاعك، هيطلع لك اسم البرنامج او البرنامج نفسه ان انت تثبته على التليفون بتاعك. طبعا اول حاجه هتعملها قدامك هو الاستراب بتاعها اللي هو الاستيك اللون البرتقالي ده. طبعا حكايه الالوان دي سهله وبسيطه جدا. انت لو عايز تغير الاستيك ده اصلا ممكن تشتري اي استراب تاني سهله. الفكره ان الاستيك اصلا اللي بيجي معاها ما بيكونش فيه الحديد اللوك، لان هو الساعه عامه ما فيهاش الزرار اللوك ده، فبيحط لك اي استيك وخلاص، يعني حاجه كده على قد فلوسك. تاني حاجه هتلاقيها طبعا وهو الشاحن بتاعها. الشاحن بتاعها بيكون وايرلس، وتقريبا كل الساعات اللي جايه في الفتره اللي جايه دي كلها بتشتحن بتشحن لاسلكي. فحكايه اللاسلكي دي هي اللي شغاله دلوقتي. طبعا الشاحن بتاعك لو باظ او ان هو مثلا في مشكله فانت ممكن تشتري الشاحن غيره عادي جدا. اهم حاجه بس ان هو المغناطيس بتاعك او المغناطيس بتاع الساعه يتوافق مع مغناطيس الشاحن. اخر حاجه بقى واهم حاجه وهو الساعه نفسها. نتكلم بقى بالنسبه للشكل من بره كده. فطبعا الساعه الخامه بتاعتها معدن، وطبعا حته اللوك والمسامير والحاجات دي هي موجوده منظر بس، يعني هي يعني شكلها بتدل ان هي شبه التانية، بس هي ما فيهاش ولا مسامير ولا زرار اللوك. طبعا بالنسبه للحجم بتاعها فهو حجمها اكبر شويه من الحاجات اللي اتكلمنا عنها اذا كانت التي 800 او التي 802، لان الحجم هنا ممكن يكون معاك هنا 46 او خليه 49 وخلاص. اي حاجه بالنسبه للحاجات 49 ممكن تركب عليها بالنسبه للسكرينه. وطبعا بالنسبه للجراب او الكفر بتاعها، لو فتحنا الساعه مع بعضينا كده اول حاجه طبعا هتلاقي قدامك خلفيات. البكره اللي قدامك دي بتغير على الخلفيات اللي انت عايزها. طبعا في خلفيات فيها الوان واشكال. بالنسبه لو سحبنا من تحت كده فقدامك طبعا شريط الاشعارات. لو سحبنا كده من فوق يقول لك نو مسج. لو جبنا من الجنب هنا ده طبعا حاجات الاختصارات بالنسبه للوقت وبالنسبه للتاريخ وبالنسبه للحاجات اللي هي المهمه. فلو لو ضغطنا هنا كده هندخل جوه. طبعا بالنسبه للبقره شغاله معاك 100 100. ندخل اول حاجه طبعا على الاعدادات ونشوف الاعدادات بتاعتها. بالنسبه للاعدادات فهي طبعا كلها بالانجلش. طب انت عايز تغير اللغه للعربي، فالموضوع هنا متاح معاك ان انت ممكن تغير اللغه من هنا اهو. ممكن نجيب اللغه العربيه. طبعا هي كده كلها اتغيرت باللغه العربيه. قدامك طبعا مسبار. لا يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو. مصباح السرير دي طبعا حاجه انا مش يعني ما حدش بيستخدمها قوي، فاحنا ممكن نتكلم مثلا على ضبط الوقت. هي طبعا هنا يدوي شغال معاك عادي، وطبعا ممكن انت تعمله من البرنامج بتاعها. بالنسبه هنا للوقت نخلي الوقت شويه 30 ثانيه. بالنسبه لوقت او المفتاح الجانبي، المفتاح اللي هنا البرتقاني ده. فالمشكله ان اللغه العربيه بتاعتها صعبه، انا مش عارف اقرا اللغه العربيه بتاعتها حتى، لان هي يعني خطوط لازقه في بعضيها وصغيره شويه. فانت بتخليها رياضه زي ما انت عايز. في طريقه التقسيم دي اللي هي السحب من الجنب او السحب من فوق. فسطوع الاضاءه السطوع بتاعها كويس ما فيهوش اي مشكله. نرجع كده لورا. بالنسبه طبعا للحاجات اللي هي القياسيه بتاعتها، نبضات القلب والسكر والاكسجين والحاجات دي، كل ده ولا اي حاجه خالص، كل ده فيك. طبعا انت ما بتعتمدش على اي حاجه من الحاجات دي. هي الفكره ان هي بتنور معاك اهي زي ما انت شايف. لو حطيتها على ايدك ولا اي حاجه، لو حطيتها مثلا على العلبه بتاعتها ولا اي حاجه برضه هتطلع لك نفس الرقم اللي هو 71 او 72 او 74 لو انت كده ايه حرارتك عاليه شويتين. فحكايه اللي هي القياسات او الحاجات اللي هي الصحيه دي ما بتعتمدش عليها خالص. بالنسبه اصلا للسمارت ووتش عامه انت يعني حاجات ما تاخدهاش اللي هي
حاجات بروفيشنال اللي هي تجيب لك بالظبط والتقليدي والحاجات اللي هي الاساسيه، مفيش الكلام ده خالص. انت ما تعتمدش على حاجه من الحاجات دي. بالنسبه هنا بقى الواتس او الفيسبوك او التويتر والحاجات اللي هي الايه السوشيال ميديا، فهي هنا بتشتغل اشعارات بس زي ما قلت لك قبل كده بالنسبه للساعات اللي كانت قبلها. فحكايه ان هي تجيلك اشعار وانت تقراه او ترد عليه الكلام ده مش متاح في الساعه دي. بالنسبه لحاجه ممكن نتكلم عنها، هو التاتش بتاعها يعني مش سريع ولا هو بطيء، بس هو كويس يعني تديله الامر يقول لك ماشي انا شغال معاك. فنيجي هنا مثلا لو انت هتشغل موسيقى، حكايه الموسيقى دي طبعا انت ممكن تعمل كونكت بالبرنامج على طول، او ممكن انت تشغلها من البلوتوز عادي، بتشتغل عادك بتخش على البلوتوز اسم الساعه بتلاقيه قدامك، بتلاقي ايه مشاركه الوسائط، بتدوس عليها بتطلع لك الصوت من السمارت ووتش بتاعتك. نيجي هنا طبعا لحاجه مهمه جدا وهي البطاريه. بالنسبه للبطاريه بتاعتها، فهي البطاريه بتاعتها كملت معانا 3 ايام شغاله. انا قاصد ان انا اشغلها 3 ايام بس، كان طبعا استخدامي خفيف من اللي هو مش هفضل اشغلها كل شويه والعب في التاتش واشغل اغاني والحاجات دي، لا هي شغاله معاك 3 ايام 100 100 ما فيهمش اي مشكله. انت ممكن تخليها تقعد اكتر من كده وممكن تخلصها مثلا في ساعه في ساعتين بالظبط. انا اقدر اعمل كده طبعا وانت تقدر تعمل كده، انت على حسب استخدامك. نيجي بقى نتكلم بحكايه السعر. السعر بيتراوح معاك من 500 ل 550 على حسب المكان اللي هتشتري منه او على حسب الموقع اللي انت هتشتري منه. طبعا لو انت عايز تشتري من عندي فانا طبعا سايب لك اللينك الكينج ستور في الديسكربشن تحت. انت ممكن تبعت لو انت ما لقيتش الساعه دي او انت عايز ساعه معينه اصلا تانية غير دي خالص مش موجوده على الموقع، ابعت لي طبعا على الفيسبوك او الانستجرام او الواتساب وانا هتواصل معاك. بالنسبه لحكايه السعر دي فهي مش دايما، يعني انت مثلا ممكن تلاقيه النهارده بسعر وممكن بعد اسبوع بسعر، بعد شهر بسعر تاني، الله اعلم انت يعني دي احنا مش عارفينها رايحه فين. فحكايه السعر انت ممكن تلاقيها مثلا عندي اغلى، تلاقيها عند حد ارخص، فممكن بعد كده يطلع لك اصلا حاجات تقليد اقل من كده. يعني انت بتروح مثلا الصين تقول لها يا صين انا عايز ساعه مثلا سمارت ووتش اسمها تي 900، او انت عامل لي علبه باكج من بره كده مكتوب عليها تي 900 بس انا عايزها في حدود ال 400 جنيه. ما فيش مشكله خالص عندهم يا فندم، اللي انت عايزه انا هعمل لك ساعه سمارت ووتش مكتوب عليها من بره نفس كل حاجه بالنسبه للعلبه دي كده بس بخامات اقل. انت مالكش دعوه بالخامات، انت عليك ان انت تاخدها ب 400 جنيه، فانا هعمل لك ساعه ب 400 جنيه زي ما انت طلبت بالملي. وده تقريبا كده كل المستوردين بيشتغلوا بنفس النظام ده، بيروح يقول له انا عايز حاجه في حدود كذا بس نفس الشكل ونفس الامكانيات او نفس الشغل بتاعها، بس حكايه الخامات مش بتاعتي، انت اعملها زي ما انت عايز. وهو ده طبعا اللي بيضرب السوق هنا او بيخلي الساعات بيبقى ليها اسعار واشكال. انا ممكن امدح مثلا في ساعه معينه، انت ممكن تجيب التقليد بتاعها فتقول لي لا انت كده ايه ضحكت علينا واللي انت قلته اصلا مش مظبوط. طبعا لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناه طبعا اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله انا انزله. واخر حاجه طبعا هقولها لك ان انت لو عايز تشتري سمارت ووتش او انت بتدور على امكانيات معينه في دماغك، فانت ممكن تبعت لي تقول لي انا عايز 1 2 3 وانا ممكن ارشح لك ساعه معينه او نوع معين ان انت تشتريه. فانت لو عايز نوع مثلا معين او في حاجات كده في دماغك ان انت عايز مثلا اوبشنز كذا 1 2 3، فكل ده متاح عندك طبعا في سمارت ووتش كتيره جدا. انت ممكن مثلا تدور في الشانل هنا عندنا، او ممكن انت تدور على الموقع عندي اللي انت ممكن تلاقي الساعه اللي انت بتدور عليها. وطبعا عندك الانستجرام بتاعي انت ممكن تبعت لي عليه ان شاء الله نتواصل مع بعضنا. والانستجرام انا بعمل طبعا عروض كويسه جدا ان انت ممكن مثلا تخش معانا في المسابقات اللي احنا بنعملها وممكن تكسب ساعه اذا كانت سمارت او ساعه عاديه، فانت كده كده كسبان. فعندك لينك الانستجرام موجود عندك تحت، او لو مش موجود عندك فاسم القناه او اسم الصفحه بتاعتي هو مصطفى العجمي 2000. تابعني ومش هتندم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا زي ما قلت لك ما تنسانيش بلايك، وطبعا لو مش مشترك اشترك في القناه. عندك اي سؤال او استفسار اكتبوا لي في التعليقات هنا، او عندك لينك الانستجرام والفيسبوك والواتساب ابعت لي عليهم. وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.